نام وقعد صار رئيس جمهورية. نعم، بدون انتخابات، بدون أي فلوس، بدون أي واسطات. إنه حيدر العبادي. طبعا سمعتوا باسمه قبل؟ ما سمعتوا باسمه. يعني اكو واحد يعرفه؟ اكو واحد شاف شكله قبل؟ ما حد شاف شكله. يعني مجنص. يا رب يا رب ارزقني حظ مثل حظ حيدر العبادي. قولوا امين. المهم هسه احنا ما نريد نطب بالسياسه. احنا ويانا الحلقه الثامنه من مفتهمين غلط. طبعا اني ما راح يخبلني غير هذول اللي اسمهم على الفيسبوك عراقي للموت وعراقي وافتخر. يا اخي انت ايش تحس؟ يعني انت بدون ما تكتب هاي العبارات انت راح تبقى غصبا ما عليك عراقي للموت، لحد ما تموت تبقى عراقي. غير انت عراقي لو شنو؟ يعني كاتب عراقي للموت تخاف لا تتحول صيني بعدين مثلا لو شنو؟ لا، واللي يغثك واللي يدقك تلقى شكو واحد كاتب عراقي للموت تلقاه طالع خارج العراق. لك مفتهمين غلط. اكو ناس على الفيسبوك طبعا يعني بحيث يدوسون ببطنك، يعني ينشرون صوره مال فانوس، لو ينشرون لك صوره مال شربة رنا ويكتبون من يتذكر ذني؟ من يتذكر ذني الاشياء؟ رحمه على والدك. يعني هو قابل نعال النبي موسى وناشره وكاتب من يتذكر هذا النعال؟ هو فانوس كنا ملحقين عليه وكنا شايفيه، يعني ما يحتاج تكتب من يتذكر هذا الفانوس او من يتذكر هذا شربة رنا. وشربة رنا شربت منه لحد ما تسممت. يدبطلون عاد دبطلون ولعبتوا نفسي من الفيسبوك. لو انه بالتعليقات كاتبين يباه ايش قد قديم، ايش قد قديم انت؟ عبالك ناشر لهم النبيذ مال ابو جهل. يا اخي هو شربة رنا ب 2006 كانوا يبيعوا. لك مفتهمين غلط. اكو سالفه بصراحه محيرتني، مال واحد يدق عليك الباب. على سبيل المثال واحد دق باب بيتكم، انت طلعت شو تقول له؟ تقول له منو؟ هو راح يقول لك اني. ادري يعني انت من قلت اني هاي صرت شخص معروف وواحد من البيت. ابوي انت حتى تصيح اني؟ انت منو؟ هو اني منو؟ والله يا الله يا ولي يدق الباب يصيح اني. والله لو الزم الاني الا ادوس ببطنه. طبعا قبل اتذكر الناس كانت قبل تدق الباب يطلبون خبز، يطلبون طماطه، مثلا مريه ما عندها خبز تقول ممكن خبزايه. هسه شو انقلبت الايه؟ تجي ام جبار تدق الباب على مود تطلب الباسورد مال الراوتر. والله شنو تريد تخابر بتها على الفايبر؟ بتها بدبي. ام جبار خابري بنتك تدز لك $100 واشتري بيها راوتر ونانو وكنكي عليهم، يعني جاي تثبرين راسي ويوم يمط الباسورد الواحد اني. ام جبار رحمه الوالديك كافي بطلين ومفتهمه غلط. يابا براس السنه هاي راحت الناس محتفله، محتفلين مرتاحين متونسين، واني ضوجوني بشغله. شايفين هذا اللي عنده لحيه طويله ولابس احمر ويوزع هدايا؟ هذا يصيحوا له بابا نويل. بابا نويل منو؟ بابا نويل شنو؟ لك بابا اسمه بابا نويل، نويل مو نويل. هذا نويل تلقاه يبيع لبلبي براس فرعكم عيني. لو هذا اللي بيتهم قديم ويشوف شباك مال عنكبوت بالزاويه يصيح له والله شنو هذا مخاط الشيطان. مخاط الشيطان؟ هاي كل قوتك؟ هو انت بيتكم وسخ، الزاويه مالته متروسه شباك مال عنكبوت انت ما منظفها، شنو بعد تصيح له مخاط الشيطان؟ حبيبي شبكه مال عنكبوت اي مكان متروك العنكبوت يسوي عليه شباك ويجمع عليه يصير هيك مثل الخيوط. هاي يسموها شباك مال عنكبوت. يعني شنو الشيطان يمخط ببيتكم؟ لك صدق انتم مفتهمين غلط. يابا اكو فد سالفه الا بشده. ابو التاكسي اسمها ابو التاكسي. ابو التاكسي مثلا تريد توقف ابو تاكسي وتروح لفد مكان، تقول له يابا ايش قد الكروه؟ يقول لك 7. انت ايش راح تقول له؟ لا 6. يقول لك والله ما تسوى هي كروتها 7. فانت راح توافق وتصعد وياه. يمشي وياك طول الطريق لحد ما توصل تريد تطيل الكروه يقول لك خليها علي. حبيبي زين انت شنو تخليها علي؟ تنصب علي انت هسه؟ قبل شوي تجي تتوسل على الالف، هسه يلا خليها علي. لك انت شنو مفتهم غلط؟ صار له ساعه يتعارك وياي على 7 وانا اقول له 6، وهسه من وصلت يقول لي خليها علي. باعوا عين ابو التاكسيات، اي واحد يشوفني صعدت وياه ويقول لي خليها علي صدق اخليها عليك وانزل. قلت لك هاني اوكي انا ما عندي سياره طبعا كلها تاكسيات فدير بالكم يعني. ومفتهمين غلط. يابا اني ما راح يقتلني غير هذول اللي عندهم ظروف صعبه وهم تلقاهم فاتحين فيسبوك، يعني حزينين وعندهم وكلهم مشاعر وجروح وميت لهم شخص وفاتحين فيس. تخيل واحد ابوه ميت وناشر صورته على الفيس، صورة ابوه يعني ناشرها على الفيسبوك وكاتب حداد وابوه متوفي. الناس تعلق له وهو يرد عليهم بالتعليقات. يصير حبيبي انت بيا حال، انت مو ابوك ميت جابك على الفيس، يعني تقنعني انت بنص الفاتحه وقاعد ترد على التعليقات؟ هم الفاتحه ما بيها واي فاي. يلا هي خربت، ماني منه وجاي راح اسوي جروب على الفيسبوك لاقامه الفواتح، والشعار مالته هو طب عزي وسوي نكز.
ومفتهمين غلط. طبعا بنهاية الحلقة لاحظت القنوات التلفزيونية يعني مستحيل تعرض لك سيرة الإمام علي عليه السلام، يعني خصوصا القنوات السعودية مثل قنوات MBC، يعني هم مستحيل يطلعوا لك سورة قرآنية تنتهي بصدق الله العلي العظيم، لين بها العلي ما يطلعوا لك إياها، يمحوها. مع العلم العلي هو الله، الله اسمه العلي، اسم من أسماء الله الحسنى العلي، يعني من نقول صدق الله العلي العظيم ده نقصد على الله العلي العظيم. زين هسه احنا شو نسوي اذا اسم علي مشتق من اسم ربك؟ لك والله ضاغطهم ابو الحسنين. يعني تخيل يطلعوا لك افلام هنديه على MBC بوليود وكلهم يعبدون بقر، يطلعوا لك ويعبد التمثال بوذا والتمثال دورقا وما ادري شنو، وما يطلعوا لك سيره الامام علي. هيك عندهم قابليه، يعني يحبون شخص من غير دين ويعبد الفار على شخص يحب الامام علي. كل هاي غايتهم. المهم الى هنا انتهت الحلقه. اذا عجبتكم سووا لها لايك، واذا ما عجبتكم سووا لها ديسلايك، واذا ما عجبتك الحلقه يعني انت مفتهم غلط اكيد 100%. بس لا تنسون تسوون اشتراك للقناه، ولا تنسون تسووا لي لايك على صفحتي على الفيسبوك طالع الرابط هياته، وتسوي لي متابعه على الانستغرام هم طالع الرابط هياته. يا رب ان شاء الله تعجبلكم وانا قمت اسحق لان هواي حكيت بالحلقه. وانتظروني بحلقات جديده. بس صح انا تاخرت عليكم بس ردتكم تشتاقوا لي، مو اشتاقيتوني، مو على بكم اشتقت على ابوسكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد نسيت شيء؟ ما نسيت. يلا باي باي.